تعرف عن قهر الرجال؟ سمعت عن قهر الرجال يا أخي الكريم؟ قهر الرجال هذا القهر أنتم قهرتونا بخذلانكم، أنتم طعنتونا في ظهورنا يا أخي الكريم. ننتصر أو نموت، وحينها سنخرج إلى الله عز وجل بإذن الله تعالى نشكو كل ما خذلنا. لا عذر لكم أمام الله عز وجل. نحن يا أخي الكريم لا نريد مساعداتكم ولا أموالكم ولا دعواتكم ولا تعاطفكم ولا دموعكم، ولا أن نكون خبرا تتداولونه في الإعلام ثم تعودون إلى بيوتكم وكأن شيئا لم يكن، تداعبون أطفالكم وتمارسون حياتكم اليومية بشكل طبيعي. من الله ونعم الوكيل في العرب والمسلمين الذين خذلونا. إذا بتقول إحنا مسامحين والله لن نغفر لكم. العالم الآن يا أخي الكريم نقول لهم من لم يكن معنا فهو علينا. نقول لكل إخواننا العرب اللي مش معنا علينا يا أخي الكريم. اليوم ما في مكان للتفرج على أهل غزة وهم يبادوا. يا أخي الكريم ما يحدث اليوم يندى له جبين الأمة، وعار على العرب وعار على المسلمين أن يدور الحاضر وأن يدور التاريخ بحضورهم. ماذا ينتظر العالم العربي كي يتحرك؟ إذا ذبح أطفالنا فقد ذبحوا، إذا انتهكت أعراضنا فقد انتهكت، إذا يتم أطفالنا فقد يتموا، إذا رملت نساؤنا فقد رملوا، إذا دمرت بيوتنا فقد دمرت، إذا شرد أهلنا فقد شردت.